قسما وحظا وأنت ثاني اثنين مع رسول الله. فقال سيدنا أبو بكر لو أي حد ندمان على بيعتي يقوم يقف. فقام سيدنا علي وخرج سيفه وحط رجل على عتبة المنبر ورجل على الأرض وقال والله لا نقيلك ولا نستقيل، قدمك رسول الله فمن ذا يؤخرك. لكن طبعا الشيعة بيشوفوا ان سيدنا علي يوافق على بيعة ابو بكر مكرها، وبعضهم بينفي ان سيدنا علي بايع ابو بكر اصلا. طبعا كل الكلام ده في روايات شيعية مفيش اي دليل واحد عليها، كلها افتراءات وكذب عشان يبرروا لنفسهم سب الصحابة. وبينكروا ان سيدنا ابو بكر صلى على السيدة فاطمة وحضر دفنتها، واللي ماتت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 شهور. وبعد وفاة سيدنا ابو بكر اتجوز سيدنا علي من ارملته السيدة اسماء بنت عميس، وكفل ابنه محمد ابو بكر ورباه. وبعد تولي سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة كان بيستعين برأي سيدنا علي وكان بيشوره في كل حاجة. ووصل حب سيدنا عمر لسيدنا علي انه قال لولا علي لهلك عمر، وقال له في مرة تانية اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فيهم يا ابا الحسن. واتجوز سيدنا عمر من السيدة ام